سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. طولت عليكم الغيبه ورجعت لكم بوصفه ما شاء الله. حليب مركز محلى من اروع ما يكون، وصفه ناجحه 100%. وفي 2 دقائق ديروها. واش عندي كيله تاع الحضا، انا خدمت بالكاس تاع 240 ملل، نتوما خدموا بالكيله اللي حبيتوها. كيله تاع الحضا، عندي كيله نص كيله تاع سكر ناعم، نص كيلة تاع سكر ناعم، عندي 20 غرام تاع مارغرين، هي رايحه تجيكم ملعقه اكل ماشي معمره مليح. 20 غرام تاع مارغرين تكون طاليه. عندي 4 كيلة تاع الماء، ماء عادي من الحنفيه بارد نورمال. ونجيب البغا ميكسور تاعي ونقعد نميكسي يا ربي 2 دقائق وحنا تحصلنا على لا تيكستور الهايله تاع النيستي اللي موافين نشوفوه برا. هي جيت تشوفوا باللي الحليب البودره هذاك تجانس مع السكر غلاس ولا لا تيكستور تاعو ملساء، تشوفوا القوام تاعو املس، تحبسوا الخلط. هذا ما كان يا ربي 2 دقائق وشوفوا كيفاش يجينا الحليب المركز محلى. اون ديغي هذاك غلوريا اللي رانا نشريو فيه من برا نفسه. قوام رائع ما شاء الله، وصفه ناجحه 100%. نتمنى انكم تجربوها وراكم رايحين كامل تدعوا لي دعوه الخير. بصح بيناتنا ما تقولوا لحتى واحد بلي وريت لكم هذه الوصفه هذه. هاد الوصفه راكم رايحين تلقاوها في الحسنه، في لي كيك ديالكم، في الحلوى ديالكم، في لي كلاص ديالكم. سورتو دوكا رانا في الصيف، على بالنا لي كلاص يحبوا الخدمه تاعهم تكون كثرتها بالحليب المركز المحلى. الحاصل هاد الوصفه هذه ناكد لكم انها ناجحه. نتمنى منكم تجربوها وتخليوا لي تعليقاتكم ان شاء الله اللي دائما تكون ايجابيه. نقول لكم هنايا ان شاء الله تكون تعجبتكم الوصفه، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. تبقاو على خير.